كما قلت انه كانت لقطه طريفه وحوار طريف بين المدربين. فرصه وداديه، فرصه لكن تدخل هنا كان جيد، محاوله، فرصه، جول لفائده فريق الوداد. اذا في حدود الدقيقه 14 يتمكن السوري ابراهيم ديومانت من افتتاح حصة التسجيل. هدف في وقت مبكر، في الوقت اللي كان هناك سوء تغطية من طرف دفاع فريق اولمبيك خريف. كنتابعوا الاعاده. السوري ابراهيم او مختار محمد سيسي، عفوا محمد مختار سيسي. اذا محمد مختار سيسي هو اللي يعني سجل الهدف لفريق الوداد الرياضي. اذا محمد مختار سيسي يتمكن من افتتاح حصة التسجيل لفائدة فريق الوداد الرياضي، وبذلك هدف ياتي في وقت مبكر بالنسبة لفريق الوداد. تبعنا السوق مقطوعة لوليد الكرتي، كترجع الحداد، يبعد من طرف لاعب لاسان افواني اللي كيلعب بالمقابلة الثانية رفقة فريق اولمبيك خريبكا. احد الانتدابات ديال فريق اولمبيك خريبكا خلال بطولة هذا الموسم. لاسان افواني 28 سنة، لاعب سابق ديال فريق الشعلة السعودي، كيلعب كوسط ميدان. الكرة ودادية، فرصة العرضية، فرصة، جول لفائدة فريق الوداد. هدف ثاني لمحمد مختار سيسي، يتمكن من توقيع الهدف الثاني لفريق الوداد، وبذلك بداية قوية من شان فريق الوداد. نتابع عبد اللطيف نصير عمل كبير جدا. 3 ديال المراوغات، يمرر كرة والعرضية، سوء تغطية من طرف دفاع فريق اولمبيك خريبكا، الهدف الثاني. اذا بداية قوية مشاهدينا الكرام لفائدة فريق الوداد. اكيد هي نتيجة غير متوقعة لفريق اولمبيك خريبكا، خصوصا وانه 2 ديال الاهداف كتسجل في حدود دقيقة 19 من هذا الشوط الاول.